نظر نادي الزمالك انه بيحترم القوانين واللوائح. تمام. وحضرتك لو تفتكر في موضوع مؤمن سليمان او مؤمن زكريا، مش اسمه مؤمن ايه، واخد بالك لما عمل المشكله الكبيره وراح بس فانيله الزمالك في ماتش دمنهور، وبعدين راح بس جزمه الاهلي وطلع من عندنا بعد ما مضى، بعد ثاني ما مضى راح طلع النادي الاهلي. امثال هؤلاء اللاعبين في مزبله التاريخ الرياضي. اذا كنا عايزين لا مؤاخذه لا مؤاخذه طب خلينا نبقى نعمل استاذ مرتضى، انا بقول لك اهو اي لاعب في نادي الزمالك. استاذ مرتضى خلينا ندي الناس كلها احترامها بعد اذن حضرتك من فضلك. اللي بيعمل كده في المزبله طيب ما انتوا برضو انتوا كمسؤولين يا استاذ مرتضى، انتوا كمسؤولين في الانديه، انا هسمع حضرتك والله هسمعك للنهايه. ثانيه واحده اتفضل. هيعمل ده يوقفوا سنه. طيب شوف ان انا بقى كويس. واي نادي كمان يا استاذ مرتضى لازم يتوقف سنه من القيد. تمام. يعني انا راجل النادي بتاعه بعت لي قال لي اولا مكالمات تليفونيه مسجله. خلي بالك. تاني مكالمات تليفونيه مسجله. انا كلامي واضح. عشان الاخ محمد عبد السلام هيروح اليمين الشمال، الكلام ده مش هيمشي مع مرتضى منصور. ادي واحد. اتنين جواب رسمي جاي وقت تعاقدي، احنا هنهزر؟ ده راجل بعت لي بيقول لي انت عايز، هو المشكله في الزمالك والمقصه ايه؟ ان هو بيقول لك انك بتتفاوض مع لاعب من غير اسم ناديه. مظبوط؟ ده راجل بعت لي قال لي السعر 1 2 3 هاخد 15 مليون فلان كذا فلان كذا فلان كذا. تمام. وده السبب ان انا بعت العقد اللي بيني وبين المقصه علشان الكلام اللي حضرتك بتقوله ان النادي اللي يتفاوض من غير لاعب من غير ناديه يتعاقب يتشنق يحصل له. تمام. احنا عايزين امثال الشيخ ده يتقطع رقبته في الوسط الرياضي. ولو عندي لاعب احرف لاعب عندي في الزمالك موقع عقدين في وقت واحد، انا بقول لك وقفوا سنه. طيب انما التهديد وكان يحصل النادي الاهلي يعمل حاجه تاريخيه ايه جغرافيه يا استاذ شوبير؟ تاريخيه ايه؟ لا معلش انا بقول معلومات يا استاذ مرتضى انا عندي معلومات بقولها وانا مسؤول عنها. يا السحب ما يروحش يا فندم انا بتكلم على معلومات يا استاذ مرتضى انا بتكلم على معلومات عندي وانا راجل اعلامي وعارف انا بتكلم فيه. انا بقول لك القضيه التي تخص نادي الزمالك الان الطياره مخطوفه يا استاذ احمد. يا استاذ مرتضى حضرتك دلوقتي جميل ان انت بتتكلم على قضيه نادي الزمالك. انت تؤكد ان الاوراق والعقود اللي موجوده معاك صحيحه. في الوقت نفسه انه النادي الاهلي بيؤكد انه العقد اللي حضرتك قدمته ده كان عقد قديم، الولد مضى على بياض. وانتوا يا فندم اكمل لك بس وجهه النظر الثانيه يا استاذ مرتضى، والله هتتكلم زي ما انت عايز، والله العظيم هتتكلم زي ما حضرتك عايز. وجهه نظر النادي الاهلي ان العقد ده عقد قديم كان ماضي لك على بياض، وانت عملت التاريخ ده عشان الولد يقع في الخطأ. طيب تمام. اتفضل. العقد اللي على بياض يبقى مكتوب فيه شروط، لو احترف واخد بالك بره مش عارف يتخصم كذا ويبقى مبلغ كذا. ده راجل كاتب شروط معينه لو هو عايز يحترف في اي وقت يا كابتن. ده كلام هبل اللي بيتقال ده. وعايز النادي الاهلي بقى بصراحه يرجع النادي الاهلي الكبير ويسيبوه من اسامه خليل والشام والاشكال دي. انا بقول لك اهو تاني اقسم بالله احنا ما كنا هنقدم حاجه وكنا على فكره انت عارف احنا قدمنا الشكوى امتى؟ امتى؟ لا انا ما اعرفش. انت النهارده طبعا. انا قدمت العقد ضمن عقودي. لا انت المفروض كان ليك ميعاد معين تقدم فيه العقود. قدمته في ميعادي. قدمته في الميعاد الولد قال لي ادب على الزمان، انا كنت هتنازل. تاني اهو كنت هتنازل. تمام؟ لان مين الشيخ ده اللي هتخانق مين ده اصلا؟ تمام؟ مين ده؟ ولا يساوي عندي بالنسبه لي نكله. بس الكلمه اللي اتقالت انه مش عارف صابتني ورب العرش نجاني، الولد اكد انه ده ما حصلش منه على الاطلاق. اتفضل يا فندم اتفضل. قال لك روزا اليوسف بتكسب. ايه يا فندم؟ طيب يا عم راح تاني بعديها على طول عند ايمن بدره في اخبار الرياضه برضه شاتم الزمالك وقال لك الزمالك لازم يتعاقب، لو قطعوا رقبتي مش هلعب في الزمالك. هو في ايه يا جماعه؟ مين الولد ده؟ الزمالك يا ابني اكبر منك ومن اللي جابك. طيب السؤال يا استاذ مرتضى، لو انه في لعيبه عندك فعلا موقعين عقود زي اللي موقعها احمد الشيخ وقدمت في الميعاد اقطع رقبته. حلو قوي ده جميل. نمره 2 هل انت انا بكلم لا ده 100 نمره 2 وانت رئيس لجنه الانديه، هل هتحارب وتجاهد انه النادي اللي يخالف اللوائح ويمضي لعيب الله عليك، بس مش عايز منك اكتر من كده. يتوقف قيده. طيب حضرتك عايز تحب توضح حاجه ثانيه؟